الحقيقه واحد من الابطال جوه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، لو هتقول عليه قول عليه بطل فعلا. كابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك. كابتن معتمد جمال بالمناسبه اللي جه في ظروف صعبه، جاي كان المفروض هو مدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي، ونادي الزمالك نزل بيان بده واتقال للكابتن معتمد انت جاي مؤقت لحد ما نجيب مدير فني اجنبي، وما يجي مدير فني اجنبي هتبقى انت مدرب عام مع الراجل. ولا حط شروط ولا اتكلم في اي حاجه خالص، وافق حبا في نادي الزمالك. كلمه حبا، بص، في حاجات مثلا مش شعارات ولا في حد بيمثل ولا لا لا لا. الراجل فعلا بيحب النادي جدا وبيحب النادي بقلبه، وما عادش اي شريك خالص. كابتن معتمد الفتره اللي فاتت كلها، ركز بقى معايا في التفاصيل اللي جايه دي، ولا كان عارف هياخد كام، ولا عارف ولا مرتبه كام خالص بالمناسبه، ولا اتعمل له عقد، ولا هو عارف مرتبه كام ولا هياخد ولا اي حاجه، ولا مكافآت مثلا ولا مرتب ولا اي حاجه، ولا كان معمول له عقد كمان. وفوق ده وده هو ما اتكلمش في حاجه اصلا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل وما علمته ان مجلس اداره نادي الزمالك قرر هيعمل عقد للكابتن معتمد جمال وبراتب كويس، والمفاجاه ان في ناس جوه نادي الزمالك عايزه الكابتن معتمد جمال يكمل، يبقى العقد مش 3 شهور بس، لا، يكمل مع نادي الزمالك الموسم القادم كمان. ما علمته ان الناس جوه نادي الزمالك مش فكره ان انا بكسب فالكابتن معتمد يكمل، لا، هم فعلا على قناعه فنيه بكابتن معتمد جمال. شايفين ان راجل ادارته للماتشات اللي فاتت ممتازه، تغييراته ممتازه، سيطرته على اوضه لبس نادي الزمالك ممتازه، علاقته باللعيبه ممتازه. بص كده لعيبه نادي الزمالك، هتلاقي اللعيبه اللي بيجيب جون، اللعيبه اللي بره بتحتفل، اول ناس بتروح تحتفل. مفيش حد لاوي بوزه ولا حد زعلان عشان ما بيلعبش ولا اي حاجه خالص. فوق ده وده نقطه مهمه قوي قوي قوي، ودي حط تحتها 100 خط، 100 خط. ايه هي؟ العدل. يعني لو في حاجه موجوده جوه اوضه لبس نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، العدل. العدل اساس الملك. العدل جوه اوضه لبس نادي الزمالك في تفاصيل كتير جدا جدا ما عادش يعرف عنها حاجه. لعيبه، وده بيتدرب كويس وده ما بيتدربش كويس، وليه ده بيلعب وده ليه ما بيلعبش. طبعا انت كمدير فني مش ملزم ان انت تطلع توضح كل حاجه، لا طبعا. وفي حاجات ما ينفعش اتكلم فيها في الاعلام، بس في حاجات فعلا جوه اوضه لبس نادي الزمالك ما حدش يعرف عنها حاجه خالص، اللي هي ايه؟ اللي ده لا بيلعب وده ليه ما بيلعبش. لا، يعني العدل، انا لو هقول لك كلمه، العدل. خلي بالك اللي حصل الفتره اللي فاتت، وناس كتير كانت بتقول لك الزمالك بيكسب بالحظ وماشيه مع الزمالك. ما هو ماشيه مع الزمالك، في حاجات واحد اتنين تلاته هتعرف ليه ماشيه مع الزمالك. وانا ضد فكره كمان انك تختزل كل اللي بيحصل في جمله ماشيه مع الزمالك. لا، الزمالك بيقدم ماتشات حلوه. وبص الكابتن معتمد جمال بيعمل ايه مع نادي الزمالك. بص تغييرات الكابتن، خلي بالك ده اللي بيتقال جوه نادي الزمالك، مش انا اللي بقوله. بص تغييرات الكابتن معتمد جمال في الماتشات، الراجل بيغير سير الماتش، وممكن تغييره يعملها يقلب الماتش حقيقي. كابتن معتمد جمال افضل من مدربين اجانب كتير جدا 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 جم في الدوري المصري. وفكره ان انا دايما عايز اروح اجيب مدير فني فاقول انا هجيب اجنبي، لا لا انا هجيب اجنبي يا جدع، ما تشوف المصري، ما تدي فرصه للمصري. هيكسب ولا هيبقى يعني بالنسبه له هو بيحب النادي، هيشتغل بقلب فعلا. اللي عمله الحقيقه الكابتن معتمد جمال نموذج في حب نادي الزمالك. الراجل مكمل، ما شفتلوش ولا بيطلع ولا بيتكلم ولا اي حاجه خالص. والميزه فيه لما بيكسب كانه ما كسبش، هو قفل اساسا الباب عادي. الماتش اللي بعديه، فكره النفس الطويل، مش فرحان ان انا كسبت ماتش ولا ماتشين فيلا، لا 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 خالص خالص. الراجل حاطط تارجت لنفسه، اللي هو انا لسه ما عملتش حاجه، نهايه الموسم بقى ايه اللي هيحصل. انا لو ما عملتش حاجه نهايه الموسم، كل ده ملوش اي لازمه خالص. فانا بالنسبه لي كابتن معتمد جمال يكمل الحقيقه، ولو سالتني عن رايي يكمل السنه الجايه كمان، ويطول مع نادي الزمالك لاطول فتره. قليل لما هتلاقي مدرب
اللي هو كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي موجوده. ومش فكره ان هو يقعد 3 شهور ولا شهرين، لا 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 خالص. الروح الحلوه جوه نادي الزمالك، والروح الحلوه اللي ما بين الجهاز ولاعيبه نادي الزمالك، صدقني هتفرق مع نادي الزمالك جدا جدا جدا.